أول ما تكتشفي أو حد يقول لِك إن جوزِك دخل في علاقة تانية، سواء يعني بخيانة أو حُب أو أيًا كان بقى نزوة، هتنتهي بجواز، علاقة تخبيب، ورقتين عُرفي، أيًا كان. الناس هتيجي ودول 4 أصناف من الناس هيقولوا لِك تعملي إيه. أول حاجة هيقولوا لِك أنتِ معانا والّا مع الناس التانيين؟ قولي لهم أنا مع الناس التانيين، الناس التانيين اللي هو أنا هاقول لِك تعملي إيه. هم بقى هيقولوا لِك إيه، أول حاجة ناس هتقول لِك تستاهلي اللي حصل فيكِ، عشان أنتِ اللي ضحيتِ وأنتِ اللي اتذليتِ وأنتِ اللي اتضربتِ وأنتِ اللي اتهنتِ وأنتِ ما لكيش دعوة بيهم، أنتِ معايا. تاني صنف من الناس هيقولوا لِك إيه، غيّري نفسِك. أنتِ إنسانة محتاجة تغيّري، شوفي التغيير هيكون بالنسبة لهم إيه، وأنا باسميهم الناس الرومانسيين اللي بيحبوا اللون الأحمر. هتيجي واحدة كده طالعة تقول لِك إيه، البسي قميص أحمر، حطي ستاير حمرا في الشقة عندِك، حطي روج أحمر، اصبغي شعرِك أحمر، حطي روجاجو أحمر، حطي مش عارفة إيه. حياتهم بتتلخص في اللفلفة يعني في اللون الأحمر، ودول أنتِ مش معاهم، أنتِ مع الناس التانيين. تالت حد هيقول لِك انتقمي. انتقمي منه، في ايدك، عارفة اسراره، تفضحي، تبوظي، تجري وراه وتبوظي العلاقة اللي هو داخل فيها، برضو انت مش معاهم. رابع حد هيقولك زي وده دول اصعب ناس، اصعب ناس. هيقولوا لك ايه، زي ما تخنتي خوني. هتقول لهم لا، ازاي الخيانة ده ذنب عظيم، هيقولوا لك لا 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 لا، هيصي حتى، مش لازم بالمعنى الحرفي. والناس دول يكفيكي شرهم. طب انت بقى معايا انا الناس التانيين اللي بقول لك ردا على اللي هيقوله لك الاربع اصناف دول. اللي قال لك انت تستاهلي اللي يحصل لك، لا والله، انت حبيبتي في ابتلاء على هيئه راجل. اه. واللي يقول لك انت اصلا اتذليتي واتضربتي واتهنتي، والله انت كنتي زي ما النبي عليه افضل الصلاه والسلام، صلي على النبي، قال فيهم خير متاع الدنيا الزوجه الصالحه. انت كنت الزوجه الصالحه. طب انت تعبتي وشقيتي، عشان انا يعني ان الله لا يضيع اجر من احسن عمل. انت كنت بتعملي ده كله ايه، ابتغاء وجه ربنا الكريم. طيب، الناس اللي بتقول لك غيري من نفسك، لا والله العظيم، امان عليكم سيبوني في حالي، انا الضحيه. مش هو يدخل علاقه ويحب ويقرر يترك زوجته المعلقه ويترك مسؤوليه اولاده، وتبداوا تقولوا له خسي، اتخني، البسي احمر، قصري شعرك، طولي شعرك، البسي باروكه. لا 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 والله، انت ضحيه، انت في حاله من الحزن. خدي وقتك واحزني لانك انت الضحيه، انت ما بتعمليش حاجه، انت ما تتصرفيش، انت ما تغيريش من نفسك، انت هو اللي عملوا فيكي ده. واحد بيعاقب حد، خلاص، انت ذنبك ايه؟ خلاص سيبيه سيبيه، خلاص. الناس اللي هتقولك انتقمي، لا والله العظيم، والله العظيم ما نقدر ننتقم ابدا. وانا لو انتقمت منه وجبت حقي بايدي، هو ده هيكون العدل؟ ده لا، العدل ان انا اتركه لله وافوض امري الى الله. لكن الانتقام يعني انت ترجعي حقك بايدك. طب انت لو هو ابتلاء وابتلاءك في زوجك، هينفع ترجعي حقك في ايدك بايدك؟ طب وسبتي ايه لربنا؟ ما ربنا يجيب لك حقك. قولوا حسبنا الله ونعم الوكيل، وارفعي القضيه لقاضي السماء فهو القاضي والشاهد والمعين. لا 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 لا، والمحامي وكل حاجه، وكلي امرك لله. ما تنتقميش، لان الانتقام ممكن تيجي تنتقمي ما تعرفيش ترجعي حقك بالكامل، تنتقمي من اقل من حقك، او تنتقمي تجوري فهتتحولي ايه، لظالمه زيك زي الظالم. لا، ما انصحكيش. رابع حاجه، الناس اللي بقولك عليهم دول يعتبروا ناس اسوأ ناس هتعرفيهم، اللي هم شياطين الانس، الناس اللي بيقولك ايه، زي ما تخنتي خوني. الصنف ده من الناس اتمنى ان انت تقطعي علاقتك بيه تماما في الحياه بجد. اللي يقولك انت تخنتي خوني، اوعي تسمعي كلامه طبعا، لان الخيانه دي ذنب عظيم، واعوذ بالله، يعني الخيانه ذنب عظيم. وانتي لا يمكن، انتي خير متاع الدنيا الزوجه الصالحه، انتي الزوجه الصالحه. ازاي اتخنتي خوني؟ واللي يقولك لا مش قصدنا تخوني بالمعنى الحرفي، لا، هياصي. هياصي يعني ايه؟ يعني ايه هياصي دي؟ يعني تكلمي في تليفونات، اخرجي، حبي وتحبي، لا برضو، هل ينفع الكلام ده؟ لا ما ينفعش، ديننا ما بيقولناش الكلام ده. طب انا اعمل ايه؟ اخش في خطوات التخطي بقى.
اسيب المشكله الابتلاء الشديد ده، وابدا ادور على الحلول اللي بعد كده، واخد بالاسباب اللي ربنا عطيها لنا، الاسباب الدنيويه. لما تخلص الاسباب الدنيويه اعرف بقى خلاص ان بعد كده ربنا هيفتحها عليا ويفرجها عليا ويرجع لي حقي. اتخطى ازاي؟ هو ده اللي انا هقوله لكم ان شاء الله في الفيديو اللي جاي. الفيديو ده صدقه جاريه لبابايا وجميع موتى المسلمين. انا غدا اتمنى لكم السعاده، اسيبكم في رعايه الله وامنه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.